الرواية هذه تحكي على واحد الشاب اسمه سامي يعيش في قرية تحكم فيها العادات والتقاليد، وهذاك الشاب عنده بزاف أحلام مستقبلية، لكن يتلقى روحه باللي ما يقدرش يحقق هذيك الأحلام وسط هذيك التفكير اللي يسود في المجتمع. الو بشوية بشوية يسي ديكوفير روحه، يكتشف الذات تاعه، يكتشف الشخصية تاعه، يكتشف الأحلام اللي راه باغي يوصلها. ياخذ عدة تجارب في القرية تاعه، ومن بعد كيديسيدي يخرج من القرية يسافر إلى قرى أخرى باش يكتشف صوالح أخرين، يشوف العالم من زاوية أخرى. في كل قرية راح يكتشف أشياء أخرى من خلال تجارب، سواء في العلم ولا في الدين ولا في الثقافة ولا في عدة أمور في الحياة. ثم يحاول يكتب كتاب اسمه أجنحة التمرد باش كيولي القرية تاعه يواجه القرية تاعه بهذاك الكتاب، يحاول يغير من الشباب. صراحة القصة هو في التغيير، يبدأ من الذات ولا يبدأ من الخارج. راح يكتشف سامي من خلال هذه التجربة أن التغيير راح يبدأ أولا من اكتشاف إنسان لذاته. كان صراع، عنده أحلام لكن دي فوا يخاف منها، يخاف المواجهة تاعها، يحاول يواجه هذاك التصدي الأول تاع نفسه. ثم كاين التصدي الثاني اللي هو المجتمع. في التالي كاين خلال التغيير اسكو راح تبقى كيما انت ولا اسكو غادي تتبدل. تاثر بزاف انا بالادب الروسي، خصوصا ديسكوفيتشي، روايات تاعه راني قريتها تقريبا الكل، ابلاه، كارامازوف، المقامر، الليالي البيضاء. يعجبني في الادب الروسي هذاك العمق في الشخصيات وفي المجتمع، والبحث عن الحقيقه، على النظره الحقيقيه بدون تجميل، بدون ارضاء الناس. من الناحيه الادبيه واللغويه راح تلقى الروايه تاعي تميل الى الطابع الفلسفي في الروايات تاعي، وعندها تعمق في الكلمات، لكن سهله، بطابع سهل، يعني اي واحد راح يقراها ما قريب فيها نظره فلسفيه لكنها راح مفهوم. تقريبا جميع الناس اللي يقراوا الروايه تاعي اول شيء يقولوا لي كيولوا عندي حسيتك راك تحكي عليا، اذا في هذه الروايه راح تحس بلي راني نحكي عليك. هي البدايه كنت نقرا الكتب بزاف، قريت حوالي 100 كتاب. ثم لما توجهت الى الادب الروسي كما قلت لك فيودور ديسكوفيتشي، حسيت روحي راني نحب نعبر على عده اشياء. على هذيك بديت نحكم ورقه وستيلون ونكتب بشويه بشويه بشويه، حتى تلقيت عندي افكار، عندي قصص في راسي كتبتها، حاولت نكتبها. تقريبا تلاقيت مع بعض كتاب جزائريين اللي قراوا الروايه تاعي وقالوا لي نشوفوا فيك مستقبل ان شاء الله ذاهب. كان الكاتب الاول بالنسبه لي هو افضل روائي جزائري، ياسمين خضراء. تلاقيت معاه وعطاني نصائح اللي ما ننساهمش وشجعني. وكاين محمد عياشين ثاني كاتب جزائري وروائي. يعني كاين بعض الروائيين اللي تلاقيت معهم في معرض الكتب ثاني في وهران. شوف تقريبا النصائح كاع اللي تلاقيتهم ماشي في المجال من ناحيه الادب، من ناحيه التعبير. النصيحه المثال اللي عطاها لي ياسمين خضراء قال لي الفو توجور ايكرير با لا فوا، ان تكتب بالايمان والصدق. يعني هذه النصيحه نقدر نعطيها انا للناس، يعني لما تكتب ما راحش تحوس على قواعد وضوابط، لا، في الروايه تحكي كما انت بحريه. يعني الكاتب يحكي كيما يشوف المستقبل، كيما يشوف حياته. حاولت نعبر، نكون معك صريح. تخيلت روحي انا هي الشخصيه، كيفاش راح نواجه هذاك التغيير بشويه بشويه. الاولى يكون تساؤلات كثيره في راسك، هذا الشيء في كاع الناس فيهم هذاك في مرحله التغيير، يبدا يتساءل، ثم يبدا التجربه ويبدا يكتشف اشياء، ثم يواجه هذيك الاشياء، يكون عنده هذيك الاجوبه تاع التساؤلات تاعه. لكن في الاخير كاين مشكله اخرى، انا اسك راح تبقى كما كنت ولا لا. بنيت على فرضيات وشخصيات عشت معاهم انا، وعشت معاهم في الانتوراج تاعي، في المجتمع تاعي. النصيحه الاولى، الانسان ما يلقش يخاف من التغيير. يعني اي حاجه بدات في الدنيا كان الناس تتساءل عليها وتعتبرها حاجه خطيره وخطا، لكن بشويه بشويه اصبحت. لو نحكي باريزون على المصباح لما اكتشف كان يبان حاجه غريبه، لكن الان راه شيء عادي. انت ما تخافش من التغيير، ما تخافش من مواجهه المجتمع، لكن اول شيء انك تغير نفسك.
يعني ما تخليش لنفسك وتروح تغير المجتمع. كان واحدة المقولة أدبية تقول لك الجميع يحث العالم على التغيير، لكن لا أحد يبحث عن تغيير نفسه. نصيحة نقدر نعطيها لأي كاتب مبتدئ ولا ناشئ، أنه يكتب ما يخافش، ما يديرش في راسه قواعد، يكون عنده خيال واسع في كل ما يراه. كل شخص عنده في داخله شخص، عنده طفل، عنده وحش، عنده إنسان بريء، إنسان قبيح. كي يكتب يخلي هذاك اللي راه بداخل تاعه يعبر بدون يخوف. بصراحة خممت فيها هذه الفكرة، لأن فكرة ما طرحتش على بزاف ناس في لسانهم، راح تحدث ضجة. كان مثال كتاب أرض زيكولا، الكاتب استعمل الدارجة المصرية ولقت قبول من طرف الناس. نشكركم على هذه المقابلة اللي عطيتوها لنا، ونحثكم على قراءة رواية أجنحة تمرد، والرواية تاعي جاية إن شاء الله باسم النادلة، تفادكم عن قريب في الأسواق إن شاء الله.